السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مجددا في قناة سيراميد. أتمنى أن تكونوا بألف خير، وأتمنى أن تكونوا استفدتم من الدروس السابقة لل HTML. والآن بعدما كنا انتهينا من لاباليز تايبل، الآن سوف ننتقل إلى لاباليز مارك. شنو الدور ديال هاد لاباليز مارك؟ لاباليز مارك يعني مثلا كان عندنا واحد لو ميساج كيظهر لنا في اعلى الصفحه، يعني كيتحرك لديه حركه، يتحرك من اليمين او اليسار او من اليسار الى اليمين. نحن نختار ذلك. نبدا على بركه الله. كيف ما كتشوفوا معايا لو سانتاكس عادي لاش تي ام ال، لان الكل الان يعرف لو سانتاكس لاش تي ام ال. نكتب لاباليز مارك هكذا تكتب لاباليز مارك. نحدد يعني ان الكتابه تظهر من اليمين او اليسار. قلت لكم في الحصه السابقه نستعمل لاباليز الاين، يعني اذا اللاين مثلا بغينا أن يظهر من اليسار إلى اليمين left هكذا مثلا أكتب له ميساج، يعني كيف يظهر لي في صفحتي مثلا je souhaite bonne journée. وكيف ما العادة كنسدو لاباليز مارك هكذا نسدوه. لاحظوا معايا كنكتب لاباليز مارك، نحدد اللاين يعني يظهر يمين او يسار، ونضع الميساج الرسالة الذي نريد ان تظهر لنا. وفي الاخير نقوم باغلاق لاباليز مارك. لا تنسوا بالضغط على كنترول اس enregistrer le code. après نذهب إلى الصفحة، نضغط عليها. لاحظوا معي، ننتظر بعض الوقت. ليس معي لاحظوا معي، ها هي تظهر وتتحرك. جو فو سويتي بون جورني، يعني الميساج اللي وضعناه في وسط لو باليز مارك. لاحظوا معي انها تتحرك من اليمين الى اليسار. لاحظوا معي تعود هكذا تتحرك. نقوم الآن بالتغيير، يعني بغينا تظهر من اليسار إلى اليمين. نقوم هنا نغير لاين رايت كنترول اس اكتواليزي رايت. يعني هو كيقرا، يعني رايت سواء كتبنا رايت او ليفت، يعني انه كيقرا لنا من اليسار الى اليمين هكذا. هنا تنتهي الحلقة. هذه الحلقة لاباليز مارك، يعني ما كتطلبش شي مجهود او لا شي تعقيدات في الكود ديالها، لأنها سهلة جد سهلة. تقوم بكتابة لو مارك اللاين، تحدد left أو right، وتضع بعد ذلك الميساج الذي تريد أن يظهر لك في صفحتك، وتقوم بإغلاق صفحتك. هكذا نكون قد انتهينا من هذه الحلقة. في الحلقة المقبلة سوف نرى لاباليز آخر. كونوا في الموعد، ولا تنسوا بالضغط على زر لايك. وشكرا، دمتم برعاية الله.